عيدك مع منفيس هيكون عيدين، وانت بتقضي معانا أجمل الرحلات، وتكون معانا في رحلتنا الجاية لبلغاريا. لف العالم مع منفيس. لف العالم مع منفيس كل خميس. استمتع بأسعد اللحظات وقضي أجازة من أروع الأجازات مع أجمل المناسبات وسط أجواء العيد المميزة في أجمل المدن بأجمل المعالم السياحية. رحلتنا الجاية هتكون 7 أيام 6 ليالي لبلغاريا، هنزور فيها صوفيا وبانسكو. اليوم الأول هو يوم الانطلاق بمنتهى الحماس والنشاط، واللي هنقوم فيه بالإقلاع علشان نتوجه لعاصمة بلغاريا مدينة صوفيا، وهنقوم بالتوجه لفندق المبيت المريح. وبعد ما نخلص كافة إجراءات التسكين بكل سهولة، هنقدر نعمل جولة حرة في شارع فيتوشا ونستكشف من خلاله معالم المدينة التاريخية والثقافية. اليوم التاني يوم المرح الكومبو، اللي هنبدأه بوجبة فطار فندقية شهية، ونكمله بزيارة مجموعة واسعة من أشهر المعالم والمزارات في مدينة صوفيا. فهنزور مجموعة من الصروح الدينية الكبرى، ونشوف من خلالهم روعة الفنون الهندسية والقصص الشيقة التاريخية، زي مسجد بانيا باشي وكنيسة بلغاريا ألكسندر نيفسكي والكنيسة الروسية. وما ينفعش نفوت مشاهدة عرض تغيير الحرس الجمهوري في مقر رئاسة الجمهورية، ونروح لنصب الجندي المجهول التذكاري. وبعد ما ننهي جولتنا في صوفيا، هننطلق لمدينة سيرديكا المعروفة بالمدينة القديمة والموجودة أسفل مدينة صوفيا. هنزور فيها ميدان الحريات، وهنعدي على ميدان النافورة، ونقضي وقت ممتع وسط الطبيعة عند نبع المياه المعدنية. بعد كده هنركب الأتوبيس ونتوجه لمول بارادايس، ونقضي وقت مرح وسط الشوبينج. وبعدها هنروح لفندق المبيت علشان نرتاح وناخد بريك. اليوم الثالث ده اليوم اللي هيكون وسط روعة الطبيعة الخلابة وجمال الغابات الساحرة. هنروح مع بعض في وقت من المغامرة وسط غابات بلغاريا، ونقضي وقت ممتع وسط الأشجار الضخمة، ونستمتع بجولات تمشية مسلية وسط الخضرة الزاهية والأجواء الصافية. وبعد ما نقضي اليوم هنتوجه لمدينة بانسكو، ونبدأ فيها إقامة مميزة في واحد من منتجعاتها الجبلية المشهور بأجواءه الفريدة وسط الطبيعة النقية، ونعيش معاه أوقات تأملية في السبا وحمامات السباحة. اليوم الرابع بعد ما ناخد وجبة فطارنا، هنتوجه لزيارة مدينة دوبرانشتي، وهنقدر نركب التلفريك ونستمتع بفيوهات بانورامية من الأعلى. وكمان هنزور البحيرة المعلقة، آخر البحيرات السبعة الموجودة فوق سطح الجبل. وهنرجع لزيارة المدينة القديمة في بانسكو، ونروح لأهم معالمها السياحية. هنزور البيت البلغاري، وهنقوم بتناول وجبة غدا خفيفة، ونتعرف على الحياة البلغارية الريفية البسيطة، ونتفرج على الأعمال اليدوية الفريدة. وهننهي اليوم ونرجع نرتاح في الفندق علشان نستعد لليوم الخامس، واللي فيه هنقوم بتسليم الغرف، ونرجع مرة تانية لمدينة صوفيا، ونقضي جولة حرة باقي اليوم أو نستمتع بخدمات فندقية مميزة. في اليوم السادس هنقوم بزيارة مدينة لاكوفيت، هنروح في جولة لنهر الكهوف، وبعدها هنتوجه في جولة ساحرة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة عند كهف العيون الشهير، واللي هنلتقط عنده أروع الصور التذكارية. وبعدها هنرجع للفندق مرة تانية ونستمتع بآخر ليلة من ليالي رحلتنا. في اليوم السابع والأخير هنودع فندق المبيت، ونتوجه لعمل جولة حرة أخيرة في جبال فيتوشا، ونستمتع بركوب التلفريك، ونقضي وقت مميز وسط الطبيعة الفريدة، وننطلق للمطار عشان نرجع لأرض الوطن بسلام. وبكده خلينا لك العيد يبقى عيدين في رحلة ولا أروع الرحلات. لو عجبتكم حلقتنا النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وتستنونا في حلقة جديدة من حلقات منفيس.